أهلا وسهلا بكم في هذا الخبر العاجل الذي وردنا الآن. إلغاء الرحلات الجوية بين المغرب وإسرائيل. لكن قبل البدء لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد أخبار المغرب. وفي التفاصيل، أعلنت الخطوط الملكية المغربية لارام عن إلغاء رحلتيها الجويتين المقررة في 7 أكتوبر الحالي والمقرر في 8 من نفس الشهر بين مدينة تل أبيب والمغرب، وذلك بسبب الأوضاع الراهنة في إسرائيل. وناشدت الشركة الزبناء الذين تأثروا بإلغاء رحلاتهم بعدم التوجه إلى المطار، وبدلا من ذلك التواصل مع نقاط البيع الأصلية أو مركز الاتصال الخاص بشركة الخطوط الملكية المغربية للاستفادة من الترتيبات المقدمة. وأشارت الشركة إلى أن الزبائن الذين لديهم معلومات اتصال مسجلة في حجزهم سيتلقون إشعارات عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية تؤكد إلغاء رحلتهم.